احنا النهاردة يوم 27 سبتمبر سنة 2023 الموافق هجريا 12 من شهر ربيع الأول سنة 1445، واللي بيوافق ذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واللي فات على مولده حوالي 1452 سنة ميلادية و1498 سنة هجرية. سنة 570 ميلاديا وتحديدا في مدينة مكة بأرض الحجاز، وبعد ما جه إبراهيم الحبشي عشان يهدم الكعبة بالأفيال وربنا أرسل عليه الطير الأبابيل، اتولد طفل اسمه محمد لأب مات من قبل ما يشوفه اسمه عبد الله بن عبد المطلب، واللي اتجوز آمنة بنت وهب وقعد معاها 3 أيام بس وخرج بعدها للتجارة، لكنه في طريق عودته مرض ومات واتدفن في مدينة يثرب، وساب لابنه 5 من الإبل وقطيع غنم والجارية أم أيمن اللي هتبقى حاضنة محمد بعد كده. عيلة محمد ما كانتش عيلة أغنياء قوي، لكنهم كان ليهم نسب عالي والكل بيحترمهم في قريش كلها، وكانوا مسؤولين عن سقاية الحجاج اللي جايين للكعبة، وده شرف كبير الكل كان بيتهافت عليه. أول ما جه خبر ولادة محمد لجده عبد المطلب ابن هاشم فرح جدا وجري على آمنة وأخد الطفل وراح بيه على الكعبة، وهناك سماه محمد. ورغم عدم انتشار الاسم ده وقتها إلا إن جده سماه كده لأنه عايز الطفل ده يبقى محمود في الأرض وفي السماء بأخلاقه. وفي الفترة دي كان كل أشراف مكة بيبعتوا ولادهم للمرضعات من 8 يوم بعد الولادة، ولكن المرضعات ما كانوش بيحبوا ياخدوا اليتامى عشان ملهمش آباء يكرموهم كل شوية، لحد ما جت حليمة السعدية وقالت لجوزها ناخده والرزق على الله. وفعلا باب الرزق اتفتح لهم، ومن ساعة ما تولوا الطفل ده وباب الخير اتفتح قدامهم لحد ما جه وقت فطامه بعد 2 سنين. ومن كتر حبها فيه وتعلقها بيه طلبت منهم يخلوه يرجع معاها، ده سبب الخير والبركة كلها. الطفل اليتيم بقى بيكبر كل يوم وهو شايف السماء والنجوم والغنم والصحراء، أجواء خلته طول الوقت يفكر إيه سر الكون ده، وعودته على الهدوء إنه يسمع أكتر ما يتكلم، ويتعلم فصاحة اللغة العربية وكمان الاعتماد على النفس. وفضل هناك لحد ما بقى عنده 5 سنين، وبعدها كان لازم يرجع يستقر مع أمه تماما، لكن للأسف ملحقش إنه يعيش طفولته مع أمه لأنها توفت وهو عنده 6 سنين أثناء زيارتهم لقبر أبوه في يثرب، ورجع من مكة من غيرها مع الجارية أم أيمن. بعد موت والدة محمد زادت معزته أكتر في قلب جده عبد المطلب، فبقى قريب منه جدا وتربى على إيده وتعلم عادات العرب وتقاليدهم وفصاحتهم، وكان يروح الأسواق يسمع كل المناقشات اللي بتدور ويعرف عن الأديان التانية، دين موسى وعيسى عليهم السلام. والكلام ده حسه أقرب لقلبه من عبادة الأصنام والتماثيل اللي كل ما يبص لها يفكر إزاي تمثال ملوش أي حول ولا قوة الناس بتعبده وبتحترمه بالشكل ده. بعد 2 سنين من موت والدته توفى عبد المطلب ابن هاشم جد محمد، ورجعت الأحزان تدق باب الطفل الصغير اللي بكى بشدة يوم دفن جده وحس باليتم للمرة الثالثة. وفاة عبد المطلب كانت صدمة كبيرة مش بس في العيلة، كمان وسط القبائل، لأنه كان راجل ليه هيبة ومكانة وكلمة، وكان صعب حد ياخد مكانته. عشان كده كل القبائل بقت بتتهافت عشان يحاولوا ياخدوا السقاية من بني عبد المطلب اللي بعد وفاته قرر أبو طالب ابنه إنه يربي محمد ابن أخوه. أبو طالب حب ابن أخوه جدا وما فرقش بينه وبين ولاده، ولما طلع رحلة تجارية للشام أخده معاه، ودي كانت فرصة للطفل اللي عنده 12 سنة عشان يشوف أماكن جديدة ويعرف حكايات أكتر عن البلاد التانية. محمد شاف البيوت والحدائق في الشام وعرف تاريخهم وعاداتهم، سمع كلام عن الأديان من الناس والقساوسة، وكان كل حاجة يعرفها يفكر فيها. وفي الرحلة دي قابل راهب اسمه بحيري، واللي أول ما شافه شاف فيه علامات النبوة، وقال لأبو طالب إن الطفل ده هيبقى ليه شأن كبير، فخلي بالكم منه واحفظوه بعيد عن اليهود. أبو طالب في الرحلة دي ما كسبش كتير، عشان كده ما طلعهاش تاني، وبقوا يعيشوا على قد ما يكسب. وبسبب إن محمد كان متحمل المسؤولية من صغره كان بيساعد عمه وبيرعى الأغنام، ومع الوقت الكل كان بيأتمنوا على أغنامهم يرعى لهم. راعي الأغنام خلى محمد يتأمل في الكون والحياة، ورغم إنه شغل مش بيكسب قوي إلا إنه كان مبسوط بيه وراضي، وكان بيساعد عمه اللي رباه، وكمان خلى أخلاقه عالية. وكبر محمد وبقى شاب ملتزم الكل بيحترمه ويقدره ويشاوره، وكان الناس بيحفظوا أماناتهم عنده لدرجة إنه تم إطلاق عليه لقب الصادق الأمين. ووقتها سمع أبو طالب إن خديجة بنت خويلد بتستأجر رجال من قريش عشان يخرجوا في تجارتها. أبو طالب في الفترة دي كان فقير جدا وعنده عيال كتير، وعشان كده فكر إزاي يوسعوا رزقهم ورزق ابن أخوه اليتيم.
وعرض على محمد إنه يكلم خديجة بنت خويلد عشان يخرجوا في تجارتها، ودي كانت ست من أشراف قريش. وبمجرد ما عرض أبو طالب على خديجة اللي كانت سمعت بأخلاق محمد، وافقت على طول، وخرج محمد الشاب في رحلة تجارية للشام مع ميسرة غلام خديجة. الرحلة كانت ناجحة جدا، ورجع محمد بخير كتير، كسب ضعف المكسب المتوقع. ولما حكى لها ميسرة عن أخلاق محمد طول الرحلة فرحت بيه، وبدأت بذرة الحب تنبت في قلبها. بس طبعا كان لازم تتأكد من إنه بيبادلها نفس الشعور، عشان كده حكت لصاحبتها اللي راحت على طول وفتحت محمد الشاب اللي عنده 25 سنة في جوازه من خديجة اللي عندها 40 سنة. محمد فرح جدا لأنه كان عنده نفس الشعور ناحيتها، ولكن كان متردد يكلمها لأنها قبله رفضت كتير من أشراف قريش. حددت خديجة بنت خويلد ميعاد مع محمد عشان يجي مع أهله يطلبوها للجواز، وتم المراد عشان تبدأ قصة جديدة في حياة محمد الزوج الرحيم والأب الحنون. بعد جوازه من خديجة الحياة اتغيرت والرزق وسع عليهم، وكانت قصة حب مش عادية، وعاشوا في هدوء مع بعض، وخلفوا ولدين و4 بنات، القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. بس الحزن فضل ملازم قلبه، نفس حزن اليتم اللي دق بابه أول ما اتولد. رجع الحزن تاني لما مات أولاده الذكور القاسم ومن بعده عبد الله، لكنه رضي بنصيبه. وفي الوقت اللي قريش كانوا بيحبوا فيه خلفة الذكور أكتر من البنات، قرر محمد إنه يتبنى طفل اللي هو زيد بن حارثة، وبقى اسمه زيد بن محمد. مرت السنين والناس بيزيد احترامها لمحمد أكتر، وكلهم يقدروا كلمته، لدرجة إنه لما جه وقت السيل اللي وقع جزء من الكعبة وقرروا يعيدوا بنائها، اختلفوا مين يشيل الحجر الأسود وينقله، وده كان بيبقى شرف عظيم للعيلة اللي بتاخده. وحصلت خناقة كانت هتوصل للدم، فاقترحوا إن أول واحد يدخل من الباب يقبلوا بحكمه، وكان محمد بن عبد الله هو أول واحد يدخل من باب الصفا. فلما سمع خلافهم راح جاب قماشة كبيرة وحطه جواها الحجر، وخلى كل كبير عيلة يشيل طرف القماش، وبكده يبقى كلهم نقلوه. الحياة مرت والبنات كبروا، وخبط على بابهم العرسان. كانت أول بنت تتجوز هي زينب بنته الكبيرة اللي اتجوزت ابن خالها أبو العاص بن ربيعة، ومن بعدها رقية وأم كلثوم اتخطبوا لعتبة وعتيبة أولاد عمه عبد العزة بن عبد المطلب واللي كان معروف باسم أبي لهب. وفضلت فاطمة أصغر بناته. وفي الفترة دي كان أبو طالب عم الرسول كبر في السن، والحياة ضاقت عليه أكتر وهو أفقرهم. فقرر محمد يشيل العبء من على عمه شوية، وراح لعمه العباس بن عبد المطلب وقال له إن كل واحد فيهم ياخد واحد من أولاد أبو طالب يرعاه ويكفله. فالعباس خد جعفر، ومحمد خد علي بن أبي طالب يرعاه ويتربى في بيته عشان يكبر علي الطفل على أخلاق محمد بن عمه. كان وقتها أغلب الناس كانوا يحبوا كل فترة يروحوا يختلوا بنفسهم في الجبل، وكان محمد يروح كل شهر رمضان في السنة يختلي بنفسه ويتعبد ويفكر في أمور الكون في غار اسمه غار حراء. وكانت خديجة تحس إنه لما بيرجع من هناك كل مرة بيبقى أحسن، وكان كل مرة قلبه بيتغسل والأمور بتوضح، ويحس إن كل اللي بيعبدوا الأصنام حواليه في ضلال. إزاي يعبدوا أصنام لا بتضر ولا بتنفع؟ ولما جه شهر رمضان على محمد اللي كان تم 40 سنة، وأثناء وجوده في غار حراء فجأة نزل عليه ملك من السماء ومعاه صحيفة وقال له اقرأ. محمد اتخض جدا وخاف وقال ما أنا بقارئ، وده لأن محمد رغم فصاحته وحكمته كان أمي لا بيعرف يقرأ ولا يكتب. فكرر الملك كلامه وقال له اقرأ، ومحمد برضه يقول له ما أنا بقارئ. كرر الملك الجملة 3 مرات لحد ما في الآخر قال لمحمد اقرأ باسم ربك الذي خلق. محمد اليوم ده رجع من غار حراء مرعوب وخايف، ودخل على خديجة يقول لها زملوني زملوني، وخديجة غطته بكل الأغطية اللي في البيت وطمنته، لأن قلبها حس إن في حاجة كبيرة هتحصل وحاجة كويسة كمان. وأول ما نام راحت لورقة بن نوفل ابن عمها واللي كان عنده علم كبير بالتوراة والإنجيل، وحكت له اللي حصل. وتأكد ورقة إن الملك اللي نزل على محمد هو نفسه جبريل اللي كان بينزل على موسى النبي، وإنه نبي مرسل وكلامه هو الحق، وحذرها إن قريش هيعدوه. خديجة جريت على جوزها وطمنته، وابتدى من بعدها الوحي ينزل على محمد، وتحول من محمد بن عبد الله التاجر وراعي الغنم إلى رسول الله أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ولكن
قعد الوحي فترة مقطوعة عن محمد عليه الصلاة والسلام، فكان قلقان لحد ما نزلت عليه سورة الضحى اللي ربنا قال فيها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. علي بن أبي طالب الطفل اللي بيتربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم وسمعهم بيسجدوا، فالنبي حكاله ودعا للدين الجديد، وآمن علي برسالة ابن عمه، وابتدى محمد يدعو أقرب الناس ليه، صاحبه المقرب أبو بكر اللي كان من علية القوم في قريش. وأبو بكر بدأ يدعو أصحابه، وشوية وشوية ابتدى عددهم يزيد، ولكن فضلوا مخبيين وبيتعبدوا في الخفاء لحد ما نزل الوحي بأنه جه الوقت أنه يدعو الناس. فعزم أهله على الغدا، وبعد الأكل اتكلم معاهم، فأبو لهب عمه اتريق عليه، وفضلوا يضحكوا لما لقوا عليه الطفل الصغير مآمن بكلام ابن عمه. قرر النبي عليه الصلاة والسلام انه يروح ينادي على الناس من المكان اللي كلهم بيتجمعوا فيه، وجري أهل قريش يشوفوا ايه اللي بيحصل، لأن محمد بالنسبة لهم يبقى الصادق الأمين، يعني مش ممكن يكذب أبدا في أي حاجة يقولها. لكن لما قال لهم إن الوحي نزل عليه وإنه نبي مرسل، قعدوا يضحكوا ويتريقوا ومحدش اهتم بكلامه. لكن مع إصرار النبي بدأ عدد المسلمين يزيد، وبقوا يسبوا الأصنام وينفروا الناس من عبادتها، وده خلى القرشيين يقولوا لا، ده حال ما يتسكتش عليه. فاتجمعوا وراحوا لأبو طالب أكتر من مرة يترجوه يخلي ابن أخوه يبعد عن الطريق اللي هو فيه ده وياخد اللي هو عايزه. ولكن محمد قال لعمه: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. أبو طالب قرر أنه ينتصر لابن أخوه، ووقف قدام الكل وقرر يدافع عنه، رغم أنه مش مأمن برسالته، لكنه دعا العيلة كلها عشان يدافعوا عن محمد عليه الصلاة والسلام، ما عدا أبو لهب اللي وقف في صف الأعداء، وخلى أولاده عتبة وعتيبة يطلقوا بنات النبي. وبدأت قريش يأذوا كل اللي بيأمنوا بمحمد وبكلامه، خصوصا العبيد. عشان كده كان أبو بكر الصديق بيحاول يشتريهم بماله ويحررهم، لكن مع زيادة اضطهاد المسلمين أمرهم النبي بالهجرة للحبشة، لأن ملكهم عادل ولا يمكن يأذيهم. وفعلا فضلوا هناك فترة محدش اتعرض لهم، لحد ما قريش بعتت وراهم عمرو بن العاص عشان يوقع بينهم وبين النجاشي ملك الحبشة. ولكنه أول ما سمع كلام القرآن عن النبي عيسى والسيدة مريم العذراء طرد القرشيين ودخل المسلمين اللي في الحبشة في حمايته. وفي قريش نفسها كان أبو لهب بيزيد في أذية ابن أخوه هو ومراته أم جميل، وكان بيرمي الزبالة قدام بيته والنبي يستحمل ويسكت. وفي يوم راح عمرو بن المغيرة اللي النبي أطلق عليه لقب أبو جهل شتم محمد وأذاه وهو بيسجد عند الكعبة، وسمع باللي حصل حمزة بن عبد المطلب عم النبي، فقام طالع على أبو جهل وضربه لدرجة إنه نزل دم من وشه، وأعلن حمزة إسلامه. دخول حمزة رضي الله عنه للإسلام فرق جدا مع المسلمين وزادهم عزة، ومع دخول عمر بن الخطاب للإسلام هو كمان، واللي كان من أشد الناس عداء ليه، بقى المسلمين يخرجوا قدام القرشيين عادي من غير ما يخافوا. وأول ما المسلمين المقيمين في الحبشة عرفوا إن عمر وحمزة دخلوا الإسلام بدأوا يرجعوا للمدينة وهم مطمنين. مع زيادة انتشار الإسلام في مكة قرر القرشيين إنهم يعملوا هدنة مع محمد عليه الصلاة والسلام لحد ما يشوفوا هيتخلصوا منه إزاي، وعملوا صحيفة بيقطعوا فيها كل بني هاشم ما يتجوزوش منهم ولا يبيعوا لهم حاجة ولا حد يشتري منهم حاجة، وعلقوها في جوف الكعبة. الحصار ده كانت نتيجته صعبة قوي على المسلمين اللي انطووا في شعب أبو طالب، واللي كان عبارة عن وادي ضيق قريب من مكة، وكان مكان قاسي جدا وصعب العيش فيه. وزاد على المسلمين الفقر والمرض وزيادة في الحزن، وبسبب المرض والتعب توفى أبو طالب عم النبي اللي كان بيدافع عنه. وبعدها على طول توفت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها اللي كانت سند للنبي وأقرب حد لقلبه، واللي كانت بتهون عليه كل أذى. عشان كده اتسمت السنة العاشرة بعد البعثة بعام الحزن. وفضل الحال ده لمدة 3 سنين لحد ما قرر بعض قرايبه انهم يقطعوا الصحيفة، لان ما يصحش قرايبنا بيموتوا من الجوع واحنا موجودين. ولما فتحوا باب الكعبة عشان يقطعوا الصحيفة لقوا الصحيفة كلتها الحشرات اصلا. وخرج محمد عليه الصلاة والسلام من الشعب هو واهله، ورجعوا لحياتهم الطبيعية اللي للأسف ما بقاش فيها أبو طالب ولا السيدة خديجة. ورجع النبي تاني يدعو الناس للإسلام، وخصوصا أهل يثرب اللي كانوا بيجوا في موسم الحج ويرجعوا لأهلهم يدعوهم للدين الجديد. وبيعوه بعدها 12 واحد اتسمت ببيعة العقبة الأولى،
وبعت معاهم مصعب بن عمير يعلمهم الدين والقرآن. وفي المرة التانية كان عددهم أكتر وقرروا يبايعوه تاني، بس المرة دي مش على الإسلام بس، ده إنهم ينصروه ويحموه لما يهاجر ليثرب. وراح مع عمه العباس رغم إنه ما كانش آمن بيه، لكنه كان خايف عليه. ومع ازدياد أذية قريش للمسلمين وبعد 13 سنة من دعوته للناس بالإسلام، دعا النبي أصحابه يهاجروا ليثرب، المكان المحبب لقلبه واللي فيه قبر أبوه. لكن قريش عرفوا بالخبر فبقوا يراقبوا أي حد ويحاولوا يمنعوهم، لأن لو محمد خرج مش هيعرفوا يسيطروا عليه ولا على دعوته، فقرروا يقتلوه. ومش شخص واحد بس اللي يقتله، لا، ده كل قبيلة ترشح حد ويبقى دمه متفرق بين القبائل كلها. لكن في نفس اليوم اللي كانت هتتنفذ فيه الجريمة، خرج محمد عليه الصلاة والسلام ومع أبو بكر الصديق عشان يهاجروا ليثرب، ونام مكانه علي بن أبي طالب عشان ما ياخدوش بالهم إن محمد مش موجود، وعشان يرد كل الأمانات اللي كانت عنده لأصحابها اللي كانوا بيسيبوها عنده. وطلعوا هما الاتنين استخبوا في غار ثور، ومفيش حد يعرف مكانهم غير 4 أولاد أبو بكر ال3، أسماء وعائشة وعبد الله وعامر مولى أبو بكر. وبعدها انطلق النبي ليثرب اللي وصلت لهم أخبار إن النبي في طريقه، وبدأ الناس يتجهزوا لاستقباله. وفعلا أول ما وصل رحبوا بيه واحتفلوا بيه احتفال كبير، وبقى كل واحد يدعو لبيته. سيدنا محمد ساب الناقة بتاعته تمشي براحتها، وفي المكان اللي قعدت فيه بنى أول مسجد في الإسلام وهو مسجد قباء. وبدأ النبي هناك يحط قوانين للناس يمشوا عليها، واطمن إن كل المسلمين من المهاجرين والأنصار بقوا إخوات. وبدأت حياته في يثرب اللي تحول اسمها إلى المدينة المنورة، واتجوز عائشة بنت أبي بكر، ومن يثرب اتجوز باقي زوجاته. ولكن صراع النبي مع قريش ما كانش انتهى لسه، وقامت غزوة بدر اللي انتصر فيها المسلمين على الكفار، وقدر المسلمين يسيطروا على طريق التجارة بتاع الشام، وده خلى قريش تتجنن وتقلق، وقرر القرشيين يرجعوا يحاربوهم. وجت بعد كده معركة أحد، واللي فيها المسلمين رماة السهام ما سمعوش كلام النبي وما التزموش بمكانهم، وعشان كده قدر خالد بن الوليد قائد جيش الكفار وقتها إنه يلف من وراهم ويتغلب عليهم. وما كانش القرشيين بس هم اللي بيحاربوا النبي، ده كمان في اليهود، وكترت الغزوات والحرب بينهم، وابتدى المسلمين دولتهم تبقى قوية جدا ويتعمل لها 1000 حساب، لحد ما جه اليوم اللي قرر فيه النبي يروح يعمل عمرة مع أصحابه بعد 6 سنين من هجرتهم للمدينة المنورة. لكن القرشيين بعتوا يعملوا مفاوضات معاهم قبل ما يدخل مكة، وعملوا صلح الحديبية، واللي اتفقوا فيه ان المسلمين يرجعوا المدينة بشرط انهم ييجوا يعتمروا السنة اللي بعدها. وفي السنة دي زاد عدد المسلمين جدا لدرجة ان خالد بن الوليد امهر قائد عسكري وقتها في العالم كله تقريبا يدخل الاسلام. وبعدها دخل عمرو بن العاص كمان، وقدر الرسول انه يدخل مكة ويفتحها سنة 8 هجريا بعد ما كانوا خرجوه منها، لكنه رجع منتصر. بعدها بفترة وأثناء ما النبي كان بيراسل الأمراء والملوك ويدعوهم للدخول في الإسلام، ماتت بنته زينب، وده كسر قلبه، خصوصا إن رقية بنته كانت ماتت سنة 2 هجريا. وفضل محمد عليه الصلاة والسلام متأثر بموت زينب ويتكلم عنها وعن حبها لأبو العاص جوزها. النبي كان عدى 60 سنة وخلاص محدش من زوجاته كلهم خلف، وكل ولاده ماتوا ما عدا فاطمة. ولما خلف إبراهيم ابنه من ماريا القبطية الفرحة ما ساعتوش، وتصدق يوم ولادته بوزن شعره على كل المساكين، وفضل متعلق بيه لمدة 1.5 سنة. لكن المرض أصاب إبراهيم وتوفى، ودفن النبي ابنه وهو بيبكي عليه. فضلت الدعوة للإسلام تنتشر في الدول المجاورة اللي كان بيدخل منهم آلاف للإسلام باستمرار، وزاد عدد المسلمين جدا. وفي 9 من شهر ذي الحجة سنة 10 هجريا الموافق 6 مارس سنة 632 ميلاديا خرج محمد عليه الصلاة والسلام بأصحابه وزوجته كلهم وبالمسلمين لمكة عشان يحج حجة الوداع. ووقف النبي على جبل عرفات واتجمع حواليه آلاف المسلمين ونادى على الناس عشان يخطب فيهم، وكان الناس في الصفوف الأمامية بيسمعوا وبيبلغوا اللي وراهم، وكان النبي بيوصيهم بدينهم ومالهم وعيالهم وبنساء المسلمين. وكانت الحجة دي هي الحجة الأولى والأخيرة للنبي لبيت الله الحرام. ورجع النبي للمدينة وابتدت رحلة مرضه، والحمى بقت بتشتد عليه، لكنه كان بيروح يصلي بالناس ويرجع تاني ويمر على زوجاته كأنه بيودعهم، لحد ما في يوم اتسند على علي بن أبي طالب وعمه العباس ودخل المسجد. فالناس فرحت وافتكرت انه أمن مرضه، لكنه بص لأبي بكر وقال له يصلي هو بالناس وهو يقعد يصلي على يمينه. ورجع بيته عند عائشة. وفي يوم 8 يونيو سنة 632 ميلاديا توفى أشرف الخلق بعد ما أتم رسالته اللي انتشرت في العالم كله بعد كده.
الفيديو ده كتبته شيماء أحمد غنيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، وعمل الرسومات إسراء الجندي ومنتجته مريم فودة. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديدة والقديمة. سلام.